السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في حلقة اليوم، حيث سنتحدث عن حادثة مثيرة شاهدتها هولندا بعد مباراة كرة القدم بين فريق أياكس أمستردام والفريق الإسرائيلي. تم تمزيق العلم الفلسطيني الذي كان معلقا على أحد المباني في مدينة أمستردام، وهو ما أشعل مواجهات عنيفة في الشوارع شارك فيها العديد من المغاربة الذين عبروا عن غضبهم الشديد من هذه الاستفزازات. في هذا الفيديو سنتعرف على تفاصيل هذا الحادث وردود الفعل المختلفة. في مساء يوم المباراة اجتمع العديد من مشجعي فريق أياكس أمستردام في ملعب الفريق لمتابعة اللقاء ضد الفريق الإسرائيلي. المباراة انتهت بفوز ساحق لأياكس أمستردام ب5 أهداف مقابل لا شيء، وهو ما أفرح الأنصار الهولنديين الذين بدأوا في الاحتفال بفوز فريقهم. لكن ما لم يكن في الحسبان هو أن هذه المباراة ستؤدي إلى ما هو أكبر من مجرد مباراة رياضية. بعد المباراة، وبالتحديد في منطقة قريبة من الملعب، حدث أمرا استفزازيا للغاية. مجموعة من أفراد الإسرائيليين قاموا بتمزيق العلم الفلسطيني الذي كان معلقا على أحد المباني في المدينة. هذا الفعل كان له تأثيرا كبيرا على أنصار فلسطين في هولندا، خاصة بين الجالية المغربية التي تعتبر القضية الفلسطينية جزءا مهما من هويتها. التمزيق العلني للعلم الفلسطيني أثار مشاعر الغضب والحزن لدى العديد من الأشخاص، واعتبره الكثيرون عملا استفزازيا ضد حقوق الفلسطينيين في وقت حساس جدا بالنسبة للعديد من الشباب الذين يرون في علم الفلسطيني رمزا للنضال من أجل الحرية. ما تبع الحادثة كان متوقعا من بعض الأفراد، خاصة من الشباب المغاربة المتواجدين في هولندا. هؤلاء الشباب خرجوا إلى الشوارع في مظاهرات غاضبة للتعبير عن رفضهم لهذا الفعل الاستفزازي، من خلال رفع شعارات تتضامن مع فلسطين ورفعهم علمها. حاولوا الرد على ما اعتبره إهانة للرمز مهما بالنسبة لهم. المواجهات بين المتظاهرين والشرطة كانت عنيفة، حيث تدخلت الشرطة الهولندية لتفريق المتظاهرين. رغم ذلك، استمر الحشد في التظاهر والاحتجاج على تمزيق العلم الفلسطيني، مشددين على أن هذا التصرف لا يعكس فقط إهانة لفلسطين، بل يعد استفزازا للجاليات التي تدافع عن القضية الفلسطينية في كل أنحاء العالم. هذا الحادث أثار ردود الفعل مختلفة على مستوى المجتمع الهولندي والدولي. البعض رأى نتيجة للتصعيد المتواصل بين مؤيدي إسرائيل وأنصار القضية الفلسطينية، بينما اعتبر الآخرون أن مثل هذه التصرفات قد تؤدي إلى زيادة التوترات بين الجاليات المختلفة في هولندا. على الجانب الآخر، العديد من الناشطين الفلسطينيين في هولندا أعربوا عن دعمهم لمواقف المغاربة، مؤكدين على أن العلم الفلسطيني يجب أن يحترم في جميع أنحاء العالم كرمز للحرية والعدالة. وفي الختام، يمكننا القول أن الحادثة التي وقعت في هولندا بعد مباراة أياكس أمستردام أثبتت كيف يمكن لمثل هذه التصرفات أن تثير ردود فعل قوية تؤدي إلى مواجهات وتوترات بين الجاليات. في النهاية، تبقى القضية الفلسطينية قضية إنسانية عادلة، ويجب احترام حقوق الفلسطينيين في كل مكان في العالم. ما رأيكم في هذا الحادث؟ هل تعتقدون أن الاستفزازات ستستمر في التصعيد، أم أن هناك آفاق للسلام؟ شاركونا آراءكم في التعليقات، وإذا كنتم من مؤيدي القضية الفلسطينية فلا تنسوا الاشتراك في القناة لكي تتوصلون بآخر الحلقات القادمة، وإلى فيديو قادم بإذن الله.